اكيد نفسك في خلاط كويس وخلاط عملي ويكسر معاك التلج، ومش بس كده كمان ده هيفرم معاك اللحمه ويكسر الازاز. انا جايب لكم النهارده نوعين من شركه واحده، هم اقوى خلاط في مصر. فلو مهتمه تعرف التفاصيل فما تنسيش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نشوف اقوى خلاط في مصر. الخلاط اللي معانا النهارده هو خلاط شركه سوكاني، وزي ما انتم شايفين كده معانا نوعين. نوع بيكون البادي بتاعه بلاستيك وبيكون معاه مطحنه، وده بيكون 5000 واط وموتور نحاس و2.5 لتر و9 سرعات. اما بقى بالنسبه لتاني خلاط معانا فهو برضو من شركه سوكاني، موتور نحاس و6000 واط و2.5 لتر بس 15 سرعه، وده برضو بيكون معاه مطحنه. وبالمناسبه منتجات سوكاني بيكون معاها ضمان سنه. ده شكلهم زي ما انتم شايفين كده على الكراتين. تعالوا نشوفهم على الطبيعه ونعرف المكونات بتاعتهم ايه. خلونا نبدا بالخلاط الاقل في القوه اللي هو ال 5000 واط، نعرف التفاصيل بتاعته. ودوت بينزل منه الاحمر في اسود وبينزل منه الاسود بس. اول حاجه معاه بتيجي هو الكتالوج، دي المطحنه وده الدورق، وبيجي معاه دراع اهو زي ما انتم شايفين عشان نستخدمه في الدورق عشان ما نحطش ايدينا او صوابعنا وممكن تتاذي. وادي غطا الدورق اهو، شايفين الدراع ده كده بيستخدم زي ما انتم شايفين كده اهو. بحطه هنا عايز اقلب حاجه اعمل حاجه من غير ما احط ايدي. ده غير ان هو جاي معاه غطا اهو، ده اللون الاحمر في اسود. في تفاصيل بقى حابب اوريها لكم من قريب. ده كده الشكل بتاعه من قريب زي ما انتم شايفين اهوت، بيكون 9 سرعات. ده زرار اون واوف. اما بالنسبه للزرار دوت فهو بيشغل على اخر سرعه انت حطاها مره واحده اهو كده. وكمان الترس بيكون ستانلس زي ما انتم شايفين كده. وبالنسبه برضو للمطحنه او الكبه بيكون برضو الترس ستانلس عشان يستحمل قوه الموتور اهو. حتى الدرق كمان بيبقى ستانلس، لازم الحاجات كلها ستانلس في ستانلس عشان خاطر الموتور ده قوي جدا. وزي ما انتم شايفين الجوان اللي على الغطا محكم قوي في الغلق بتاعه. وده كمان اهوت الفتحه عشان لو عايزين تضيفوا اي حاجه او تركبوا الغطا او تركبوا الدراع اللي هتقلبوا بيه الحاجه جوه الدورق. وده كده الشكل بتاعه والمكونات بتاعته. نيجي بقى لتاني خلاط معانا وهو الخلاط البادي بتاعه ستانلس، وده طبعا مميز اكتر عشان خاطر قوه اكتر. ده 6000 واط برضه نفس المكونات بتاعت سوكاني واحده. هنا بقى الجمدان وهنا بقى الاختلاف ان البادي دوت ستانلس معدن مش بلاستيك. وبالاضافه كمان ان هنا 15 سرعه مش 9 سرعات بس، وموتور 6000 واط، زرار اون واوف وزرار تشغيل اوتوماتيك. وده كده شكلهم على الطبيعه الاتنين شايفين، والله جمال وحلويات واوفر في السعر من اي حاجه تانية. تعالوا بقى اعرفكم اسعار الوحوش دي. اول وحش معانا اللي هو 9 سرعات 5000 واط مع الدورق ومع المطحنه او تستخدم كبه، ويكسر الازاز ويطحن التلج ويعمل كل حاجه نفسكم فيها بسعر 1900 جنيه. سعر طبعا مش هتلاقوه عند بسجل بقى فصلت فاضطريت انا اكمل بالموبايل، فاعذروني لو الصوت بعد شويه. نيجي بقى لتاني وحش معانا اللي هو ال 15 سرعه ومع الدورق ومع المطحنه او الكبه وكمان 6000 واط والبادي بتاعه ستانلس، وده سعره 2000 جنيه بس. لو حابين بقى تطلبوا اي وحش من الوحوش دول ادي الرقم الواتساب بتاعي. اما بالنسبه لو حابين تنوروني فانا في مركز تغ محافظه القليوبيه شارع جلال حجاج موقعة ألف ليلة وليلة. هتيجوا هنا وتسألوا عن سنتر الأبرار وهتلاقوا 1000 مين يدلكم. في نهاية الفيديو ده حياتي ليكم أخوكم وابنكم وسام أبو أنس. السلام عليكم.